بخاف من الحقن يا دكتور. الناس نوعين، نوع بيجري على الحقن اول ما يتعب، والنوع التاني اول ما يسمع كلمه حقنه يترعب. طب ليه اوقات بيكون احسن حل هو الحقن؟ تعال اقول لك. اوقات كتيره قوي بتكون الحقن احسن من الاقراص، ودي ليها اسباب عمليه مش هزار. السرعه، الحقن بتوصل الدواء للدم بطريقه سريعه جدا عن الاقراص، وده بنكون محتاجينه في الحالات الحرجه. دكاتره كتيره بتتجه للحقن لو انا عندي مشاكل في المعده، لان لو انا عندي مشاكل في المعده ممكن ده يسبب ان القرص ما يمتصش كويس. لو احنا عايزين ندي جرعه كبيره من الدواء اوقات الاقراص ما بتنفعش، لازم نتجه للحقن. تعال اقول لك بقى على تحذير للناس اللي بتستسهل الحقن. استخدام الحقن عماله على بطال ممكن يسبب التهابات في الاماكن اللي بناخد فيها الحقن، او الم شديد وكدمات. انا متفق معاك ان الحقن علاج سريع، بس اوعى تجري عليها عمال على البطال. اكتبوا لي في الكومنتات، انت النوع اللي بيجري على الحقن على طول ولا النوع اللي بيترعب لما بيسمع سيره الحقن؟ انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. اشوفكم الحلقه اللي جايه.